العلم ولا المعرفة ولا كل شيء كيعطي سيدي ربي، لكن لا بد من الأسباب. الأسباب شحال من الناس كيمشيو في نفس الأسباب وبنفس الوقت كيخدموا في الوقت، هذا كيكتب لي الله يكون هذا والاخر ما كيكون شيء. واحد كاين اللي عطاه الله الفهم، ولذلك مراتب الإدراك بعد نتكلموا عليها هي كاين 4. كاين علم وقراءة وأدب وأخلاق، هذه الاكتساب اللي كتكون عند الإنسان. العلم يتعلم والأدب يكتسب والقراءة تقرأ، أما الأخلاق تخلق من بطن الأم. ومراتب الالتقاط في الحياة 4. كاين عالم، عندنا الناس 4، كاين عالم وكاين قارئ وعالم وفقيه وفاهم، فليس كل قارئ عالم وليس كل عالم فقيه وليس كل فقيه قد فهم. كيختلفوا القراء ويختلفوا العلماء وكيختلفوا الفقهاء وما كيختلفوش الفهماء، والفهم هو زبدة الفقه. ولذلك سيدي ربي ذكر الفهم في القرآن مرة واحدة، ففهمناها سليمان. وهذا الفهم هذا إلا بغى الله يعطيه العبد لا بد له من 4 أمور. الفهم يتوقف على أمور 4، لا بد من رجاحة التفكير وفصاحة التعبير وجياشة التدبير وسلامة التيسير. هذه 4 تتوقف على 4. فرجاحة التفكير من قلة الذنوب، وما خاصش غير بالمسلمين، أي مخترع كيختار شي حاجة كيكون وقته ثمين ما كيضيعوش. فاللي كيخترعوا الطائرات ويخترعوا المراكب الفضائية وكيوصلوا للفضاء وقته كتلقاه ما كيضيعش. إذا رجاحة التفكير من قلة الذنوب، وفصاحة التعبير من الإعراض عن العيوب. اللي ما كاين اللي عنده كيتلقى فيه الكلام وحكمة ما كيدوش في الناس. إذا فصاحة التعبير من الإعراض عن العيوب، وجياشة التدبير من نقاء القلوب. اللي كيمشي يفكر بوحده ويطلع بشي نتيجة كيخلو بنفسه ويطلع، هذا القلب ديالو نقي لأن يرى بعين طبعه. أما سلامة التيسير من علام الغيوب رقم 4. إذا 4 كتوقف على 4. وملي قلت لي هذا السر ديال 4، هذا السر ديال 4 غتلقاه يوم القيامة. بعد أهل الجنة اش كيقول لهم الله تعالى؟ يا أهل الجنة قد أعطيتكم، لأن الله تعالى أهل الجنة كيدخلوا ب4 وكيعطيهم 4. يدخلون الجنة في طول آدم وعمر عيسى وجمال يوسف وخلق محمد، وتدخل عليهم 4: يشب فلا يهرم، يصح فلا يمرض، يحيى فلا يموت، ويحل عليهم رضوانه ولا يسخط عليهم أبدا. هذه 8. وديما رقم 8 فيه الخير: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 لأن رحمته سبقت غضبه. فيما شي حاجة الخير فيها 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز. ورقم 7 فيها ديما كتلقاه جديد: أبواب جبل جهنم 7، الطواف لنا صعيب 7، رمي الجمار 7، 7 أيام عجاف. الإنسان في الصلاة يسجد على 7 أعظم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و8 راه فيها هذاك التيسير اللي قلت لك فيها. وهذه أسرار في الأرقام لا يعلمها إلا الله. وخا يقول لك الإنسان غادي نخرج منه، ولكن هذا الإعجاز القرآني الذي إن أوجز كان كافيا، وإن أشار كان وافيا، وإن بين كان شافيا، وإن حكم كان عادلا، وإن أكثر كان مذكرا، وإن وعظ كان مؤثرا. لا يمله قارئه إذا استرسل ولا يمله سامعه إذا تأمل، فهو من حيث بيانه حلو إذا تذوقته العقول، بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين وروح قلوب المؤمنين. نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين. قال ابن المقري في لاميته: كلام يكتب بماء الذهب. قال لك: زيادة القول تحكي النقص في العمل، ومنطق المرء قد يهديه للزلل. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فكم ندمت على ما قد قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقول. اللي بغينا نقول: شر الورى من بمساوئ الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلال. لو كنت كالقدح في الناس معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل. داوي الجهول وسامحه تكده ولا تصحب غير السمح، واحذر سقطة العجل، وكن مع الخلق ما كانوا لخالقهم، واحذر معاشرة الأوغاد والسفل.